تقريبا انا راتبي الشهري قد راتبك لمدة سنتين. يعني لو انت بتاخد في حدود من 10 ل 18، فاللي انت بتعمله خلال سنتين انا بقدر اعمله خلال 30 يوم. مش عشان انا اذكى منك، مش عشان انا اجمد منك، مش عشان انا بابا مليونير، مش عشان اي حاجه. والسبب ان انا اقول لك كده ان انا عايزك تسمعني بقى. اسمعني بدل ما انت عمال تسمع لشويه النصابين والحراميه دي، اسمعني. الموضوع كله ان انا بشتغل في مجال احسن من مجالك وسعيت فيه زمان قوي، والسعي ده نتيجته بتظهر دلوقتي. ده انا قلق النضاره، ما ينفعش اقلق النضاره. خلينا نلغي الفروقات. اولا انا تعليمي عادي، بتعلم بقى حاجات تانية واخد كورسات تانية وشهادات تانية وقاري كتب بالعبيط ماشي زي بعضينا برضه، مش بعاد، مفيش فجوه. فالفرق ايه؟ الفرق ان انا سعيد في مكان وانت سعيد في مكان تاني. ايه المكان اللي انا سعيد فيه؟ هي التكنولوجيا. انا راجل وانا عندي 9 سنين ربنا وهبني موهبه، بدات اشتغل في السوفت وير، ببيلد ويب سايتس وابلكيشنز وكده. في الوقت ده كان اللي جاي، يعني محدش فاهم ايه ده. فلما وقته جه خلاص بقى بقيت انا اخد كده وانت بتاخد كده. سبحانه ده بيتكرر دلوقتي مع دخول الاي اي واعتماد الناس كلها على الاي اي. بقى العالم كله متكافئ، الناس كلها مهاراتها واحد في استخدام هذا الشيء، لان هذا الشيء ده لسه طالع. فاي حد هيدخل ويحاول يتعلم التولز بتاعت الاي اي ويحاول يبقى ليه شغلانه باستخدام الاي اي، هيجي كمان كام سنه يعمل فيديو شبه ده ويقول للناس يا جدعان اللي انت بتعمله خلال سنتين انا بقدر اعمله خلال شهر.